الفنانة دنيا باطمة خرجات بسطوري وكتوجه كلامها لبزاف ديال الناس وكتقول: من بعد السلام، كلامي موجه ولآخر مرة لواحد الفئة ديما كنقول لهم راكم كتدخلوا في طريق الغلط مع الشخص الغلط وما كتيقونيش. فئة داسرة ولكن سخونية الراس دائما كترجع بالبرودة. هاد الفئة باقين ما تعلموا فن السوشيال ميديا، حيث كيف ما فيها إيجابيات فيها خطورة كبيرة ما عارفينش قيمتها. ولا ديك المعاطية المصيبة ما جيتونيش شحال هادي، جيتو في وقت طلعنا النيفو، داكشي خليناه ليكم تاكلوا به طرف الخبز. ولا القانون ثم القانون، والقانون هو باش كنرد على اي متطفل او مريضة بغات تبان على ظهري. والقانون لا يحمي المغفلين. الهضرة ما كتشري خضرة، وكل من تخول له نفسه يدير فيها واعر في السوشيال ميديا نتمنى يدير فيها واعر تاملي تستدعيه الشرطة. وشكرا. وهشام الملولي حس أن الكلام موجه ليه فما تعطلش، وكان هذا جوابه: مالك يا باطمه، انا كثرتي على راسك وخارجه في ستوريات خدامه كتقولي لقيتوني ما جيتونيش في واحد الوقيته، الشخص الغلط الطريق الغلط، ما فيا انتيا وجيتونيش في واحد الوقيته. يعني كتعترفي بانك في واحد الوقيته كنتي كديري الزبايد، دابا اعتراف من فمك، دابا انت كتعترفي على فمك ما جيتونيش في واحد الوقيته لقيتوني طلع. وما توقفش عند هاد الشي وكملها وقال: طلعت النيفو دابا على الله. هاد النيفو اللي طلعتي يا باطمانه، شمن نيفو طلعتي؟ النيفو اللي طلعتي هو عندك جوج الاوسمه كتغني فيهم في الكباريات، هذا هو النيفو اللي طلعتي، كتغني في السكيريه. وبرافو عليك، ها بيبه ليك، ها هي شمن نيفو طلعتي وشمن كيكذب عليك راسك. انت راه مريضه بجنون العظمه، كيجيبك الله، راك انت هي الواعره د المغرب، راه كاين بنات ما تبانيش حتى الزبل اللي كيلوحوا من صباطهم. سيري تكمشي وانت لصقه، انت لاصقه فينا باغا تطلع على ظهرنا، عطينا التيسع.